السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. تعالوا بقى النهارده كده نعمل حاجه جديده كده بقى. التغيير مطلوب يا جماعه، والله الواحد زهق من كل يوم بقى ناكل ايه وهنشرب ايه. المهم ما علينا، النهارده انا عندي بانيه. طبعا البانيه طبعا معروف، لا اما مكرونه وبانيه لا اما مش عارف ايه، فاحنا قلنا النهارده نغير. المهم ان انا جبت البانيه، غسلته وشطفته والكلام ده كله ونقعته، وجبته هنا حطيته على الرخامة وحطيت عليه كيسة من بتاعة الأكل. ومهم وفردته، قعدت أدقدق فيه كده لحد ما اتفرد. طبعا أنا ما كانش عندي الشاكوش بتاع اللحمة وكده، فأنا اتصرفت، يعني قالوا لك اتصرف. المهم وجبت بعد كده بعد ما فردت البانيه كده، جبت بصل وطماطم وفلفل وبطاطس، فردتهم في الطاجن بتاعي كده. وبعدين هجيب معلقه كاتشب ومعلقه مستردة ومعلقتين زبادي، واحط عليهم ملح وفلفل وكمون وكركم وبهارات فراخ وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وحبه زيت. حطي لو عندك ليمون وخل حطي برضو. المهم بقى هقلب كل ده مع بعضه كويس كده، وحطيت معلقه عسل بديل دبس الرمان. المهم بقى قعدت بقى اقلب كده كويس المكونات اللي انا عملتها دي كده. وبعدين هجيب الفراخ بتاعتي، شايفين بقى هدهنها كده زي ما انتوا شايفين. هنا كنت بحط زيت عشان كنت نسيت احط زيت يعني. المهم بقى همسك بقى الفراخ بتاعتي، كل واحد كده وادهنه زي ما انتوا شايفين. وبعدين هحط بقى طبعا احنا مش هنسيبها كده، لازم نحط فيها حاجة يعني، مش هنلفها سادة. جبت هنا جبنة ميكس جبن كان عندي في الفريزر، طلعته وبدأت ان انا احط كده في الفراخ والفه رول كده زي ما انتوا شايفين، واحطه في الطاجن. المهم بقى برضو هجيب تاني وهعمل زي ما انتوا شايفين كده. بصوا يعني بدي دهنة من الخلطة اللي انا عاملاها كده، وبعدين احط فيها الجبنة والفه رول واحطه في الطاجن. يعني الدنيا سهلة خالص والطريقة سهلة، وهتاكلوا فراخ بجد بجد يعني تحفة. هنا بقى كانت الكمية كلها خلصت. طبعا هدهن بقى كله كده من فوق زي ما انتوا شايفين كده. هنزل بباقي الخلطة كلها عليها كده. المهم يعني انا عايزة الفراخ كلها تدهن كويس، عشان تبقى اخده من التتبيله والطعم وكده. طبعا البصل والثوم والبصل والبطاطس وكده طبعا مش متبلين. هجيب هنا معلقتين صلصه احط عليهم ملح وفلفل ونص كوبايه ميه، ملح وفلفل وكمون وحبه بابريكا وحبه شطه ونص كوبايه ميه، وهقلب المكونات دي كلها كويس. ماشي. وبعدين هنزل عليها هنزل بيها على الفراخ بتاعتي كده، وبعدين بقى هدخلها الفرن. هنا اهو كده نزلت عليها نزلت بيها على الفراخ، وحطيت رشة خضرة من فوق، وهنزل ببقية الجبنة. طبعا ما انا مش هسيب بقى الجبنة دي كده. المهم هنزل بيها كده، وبعدين هقوم حطها بقى في فرن البوتاجاز. تمام. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لي لايك وكومنت واشتراك عشان يوصل لكم كل جديد. المهم بقى هنا جبت حله حطيت فيها معلقه سمنه وحبه زيت، وهنزل بقى بحبه بهارات بقى عندي. نزلت الاول بمعلقه سكر وسبتها لحد ما ساحت، وبعدين قمت نازله عليها بكمون وقرفه وبابريكا وحبه شطه. وبعدين عندي بقى هنا رز بسمتي انا غسلاه. نزلت الاول بالخضار، نزلت بجزر مبشور وبسله وقلبتهم كويس قوي، اديتهم تشويحه. وبعد كده قمت نازله بالرز بتاعي، ده رز بسمتي كنت غسلاه وسايباه يتصفى. نزلت بيه. طبعا هنا بقى انا بقى بخلي الميه ازيد شويه عن الرز العادي يعني. الرز البسمتي بياخد ميه زياده شويه. تمام. المهم بقى هقلب كده وهحط الملح بتاعه وهحط له واحده مرقه، وهوطي عليه بقى، يعني هسيبه بقى يشرب ميته ويستوي عادي. طبعا انت لو عندك لومي حطي، لو عايزه تحطي حبهان وورق لوري حطي، بيبقى بيدي طعم احلى في الرز. بس انا بصراحه يعني اللومي كان خلص فما حطيتش. المهم هنا كان الرز خلص والاكل خلص. شايفين صينيه البطاطس عامله ازاي؟ بصراحه كان طعمها جميل قوي. وده الرز بتاعي اهو، شايفينه عامل ازاي؟ شايفين الفراخ؟ شايفين مستوية ازاي وجميلة يعني. وعملت طبعا جنبيها طبق سلطة، والبطاطس كانت مهرية. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك.